استاذ ميخائيل اتفضل، مساء الخير. اهلا بيك، اتفضل، عندك تفاصيل؟ استاذ ارجوكم الحقونا احنا بنموت. بس يا ريت لو بلاش مبالغه، فهمني فهمني بتموت ازاي؟ بلاش مبالغه، خلي بالك في مسؤوليه الكلمه امام الراي العام في الاعلام. عايز اعرف بتموت ازاي يعني. اسمي عند حضرتك، اسمح لي. اتفضل. استاذ معتز، دلوقتي احنا تبع شركه خاصه هنا. ايوه. وعندنا 1500 واحد ساكنين في حته اسمها شهريه تبع بالطيوه. ما تقوليش شركه خاصه لو سمحت، قول لي انت تبع مين عشان نعرف نكلم. شركه اوراسكوم. انت تبع شركه اوراسكوم. في سعادتك حته في شهريه سكن لينا فيها 1500 واحد. 1500 موظف؟ موظف مصريين. ايه علينا بقى لنا ساعتين بكور نار وبالطوب وهنموت جوه السكن. والموضوع ده انتوا بتتعرضوا له في الوقت اللي انت بتكلمني فيه ده؟ دلوقتي حالا حضرتك، وفي نفس الوقت امبارح اتعرضنا ليه. بتكلم السفير بتاعنا في الجزائر؟ يا بيه سعادتك انا طلبت كمان مكتب الخارجيه في مصر، رد عليا واحد اسمه الاستاذ طارق فريد، وقلت له بقالي اكتر من ساعه، قال لي احنا هنتصرف، احنا الحقونا يا جماعه الحقونا. اتكلمت مع اداره الشركه في القاهره؟ اداره الشركه سعادتك الناس المسؤولين سعادتك في الشركه ومدير المشروع اتصل ومش عارفين نعمل حاجه في الجزائر، ناويين يموتونا. بقول لك في ناس جزائريين ماتوا في مصر. ودي اشاعه ومش حقيقيه ومش صحيحه ان في حد مات في مصر. تمام. انت دلوقتي قاعد في مبنى غير مؤمن، ما عندكش امن بره؟ يا بيه سعادتك احنا ناس شغالين في الشركه واخدين سكن في حته اسمها وهران، وزملائنا موجودين في حته اسمها شهريه، عباره عن كامب معمول للسكان المصريين اللي بيعملوا في شركه. هجموا عليهم امبارح وهجموا عليهم تاني النهارده، بقالهم اكتر من ساعتين في نار، مش عارفين نتصرف، مش عارفين نعمل حاجه. والامن بتاعكم؟ ساعتين بحاول اكلم اي مسؤول. الامن بتاعكم ارحمونا. طيب الامن بتاعكم بيعمل ايه؟ الامن بتاعنا اذا كانت الشرطه مش قادره عليهم. طيب لما اتصلت بالسفاره المصريه قالت لك ايه؟ السفاره المصريه مش عارف اتكلم بحد، الثانيه مسؤولين اتصلوا بالسفاره المصريه، وانا كلمت سعادتك مكتب شكاوي الشؤون الخارجيه في مصر، رد عليه واحد اسمه الاستاذ طارق فريد وقال لي هنلحقكم وهنتكلم المسؤولين، وبقالنا اكتر من ساعتين مش عارفين نعمل حاجه. وايه طبيعه الاعتداء؟ اكتر من 15 واحد مصابين من المصريين. وايه طبيعه الاعتداء عليك؟ بيرموا كور نار علينا وبيرموا طوب. نعم. طيب دلوقتي هل الشركه بتاعتك هنا في القاهره ما وجهتكش تعمل ايه؟ مثلا تمشي، تسافر، تعمل ولا؟ احنا 1500 واحد يا بيه، احنا 1500 واحد. طيب تقول لنا سعادتك ونسيب موقعنا ونسيب مال الشركه ونمشي حضرتك؟ ما تعلمناش كده يا بيه، نرمي حالنا ومالنا وشركتنا يا بيه. يعني عشنا وشغلنا عشان خاطر الناس حوت نموت احنا. طيب استاذ ميخائيل، انت عرضنا الموضوع ومتهيألي ان بكل بساطه انتوا الموظفين المصريين المقيمين في الجزائر في مشروعات تجاريه استثماريه مصريه هناك محتاجين حمايه امنيه، محتاجين مظله امنيه. بس في